تعرف إيه هي حدود تفكيرك؟ يعني مثلا بتشوف نفسك خبير في مجالات معينة وعندك آراء قوية في المجالات دي؟ طيب لو اتسألت سؤال وما عندكش فكرة عن إجابته وحسيت إنك المفروض تكون عارف الإجابة، هتدعي إنك تعرف الإجابة ولا هتقول معرفش وتسأل عنها؟ اللي بعتبر نفسي خبير فيه ان انا بكشف الكذب، يعني بعرف انهي شخص بيكذب، انهي حد بيكذب، يعني انا عارف عشان من خلال تصرفاته بتبان لي، يعني ببقى شايفها يعني كويس. كورة عشان بحبها يعني بتابعها وكده، فعارف حاجات كتير فيها. لا بيبقى عندي الشجاعة ان انا اقول عادي، في حاجات الشخص ما يقدرش يعرفها. أو على حسب اللي يسألني سؤال، يعني لو أعرفه صاحبي عادي أقول له معرفش، لكن لو حد مثلا زي انترفيو كده ممكن أحاول أقول السؤال من جابها من دماغي عشان ممكن تطلع صح. مش عارف، أنا يعني بقالي 21 سنة شغالة، فعندي خبرة في الحياة. أنا يعني بص من نوع اديني شوية، أنا ما انتزفش لأي حاجة. أنا أحفظ القرآن وأجوده كويس، يعني ممكن وأم بزمايلي. في حاجة تانية، وبعدين في الاقتصاد برضه شاطرة شوية في موضوع التدبيرات ومش عارفة إيه وحاجة. ممكن حد عايز مشروع يقول لي أعمل مشروع إيه أفيده، أقول مش عارفة أحسن ما أجاوب غلط، شيء طبيعي. يعني لعب كورة ماشي، لعب رياضة ماشي كده يعني. لا طبعا ما أعرف ليه، هو كل ابن آدم يعني عارف كل حاجة في الدنيا عادي، أنا ما أعرفش. ممكن الإنجليش، ممكن، بس لو عارفة أشرحها له، لو مش عارفة لا. برضه ممكن أشرح لهم لو هم مش فاهمين. ممكن أألف أو ما أعرفش. يعني خبير غير بالشاورما، لأن للأسف قد ما كنا خبرة بأي مجال نطلع ولا شيء يعني بالنهاية. لا ممكن أقول إني ما أعرفش، بس لو هقول ما أعرفش لازم أعرف الإجابة منه يعني أنا ما أعرفش بس لازم تقول لي، ما تقوليش ما أعرفش وتسيبني لا ما أعرفش لازم تقول لي. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على أول واحدة من أساسيات التفكير النقدي اللي هي الانتلكتشوال انتجريتي أو النزاهة الفكرية. في الحلقة دي هنتعرف على تاني واحدة من أساسيات التفكير النقدي اللي هي الانتلكتشوال هيوميليتي أو التواضع الفكري. يعني إيه تواضع فكري؟ يعني تكون عارف حدود منطقتك المعرفية كويس، ما تديش لنفسك الحق إنك تدعي المعرفة في أمور أنت مش ملم بجوانبها كويس. يعني من الآخر كده ما تفتيش. وعلى فكرة السلوك ده عمره ما بيدي انطباع للناس إنك إنسان جاهل، بل على العكس دول بيحترموك أكتر لأنك إنسان متواضع عارف إيه هي نقاط ضعفك قبل قوتك. طيب لو عايز تختبر حدود منطقتك المعرفية، اقعد كده مع نفسك وامسك ورقة وقلم، وامسك الورقة دي واقسمها بالنص وفكر في شخص انت تعرفه كويس، وتعالى في نص الورقة دي اكتب لستة بالحاجات اللي انت تعرفها عن الشخص ده، وفي النص التاني اكتب لستة بالحاجات اللي انت ما تعرفهاش. وبعدين بعد ما تخلص بص للورقة وشوف انهي لستة اطول من التانية. بعد ما سمعنا إجابات الناس وعرفنا من إسلام إيه هو التواضع الفكري، تفتكر مين فيهم استخدم التواضع الفكري في حياته؟ لو عرفت الإجابة ياريت تبعت لنا على صفحتنا على فيسبوك أو على قناتنا على يوتيوب.